هلا والله. ازيكم عاملين ايه؟ اه انا مش عارفه ليه بواجه صعوبه حاليا في ان انا اصور فيديوهات. هل ده عشان انا لسه مبتدئه، ولا هل في حاجه معينه انا بعملها بتخلي الموضوع فعلا رخم او تقيل؟ يعني عارف انت او عارفين انتوا اللي هو مبدأ study smart not hard والكلام ده كله. انا دايما طول حياتي بحس ان انا بعمل الحاجة hard not smart. بحس ان انا يعني ويبقى جوايا احساس ان في حاجة غلط، انه لا، ان في حاجة ناقصاني، وساعتها هوصل لحتة السمارت دي. معرفش ده هلعب في مخي ولا انا مش بسعى كفاية ان انا اعرف مثلا حاجات تسهل عليا او كده، تكنيكس مثلا او حاجات معينة. فكنت بقول مش عارفة ليه حاسة ان انا هلاقي يعني تكنيك او هلاقي حاجة تساعدني ان انا اعمل الموضوع بشكل افضل. بس ما علينا، يعني ان شاء الله مع الوقت هنتعلم يعني. المهم، انا كنت قاعدة امبارح في قاعدة مع اخت واحدة صاحبتي اصغر مني، وانا بحب قوي القعدات اللي هي بتبقى فيها ايه، بقعد مع ناس يعني في بيني وبينهم فارق سن. ليه؟ عشان انا بحس ان انا طول ما انا قاعده مع ناس يعني من نفس السن، غالبا مش بالنسبه، مش دايما يعني، بنبقى تقريبا بنفكر في نفس الحاجه، او يعني اللي هو بتشغلنا نفس الحاجات، بنتكلم بنفس الى حد ما الطريقه. مش عارفه ايه، طبعا اكيد في عوامل البيئه والتربيه وحاجات كتير ماشي على عيننا وعلى راسنا، بس اقصد انه انت بتتكلم مع حد سواء اصغر او حد اكبر، لا اصلا بيكون في حتت كده اللي هو انت ما بتذكرش قوي في القعدات اللي مع الناس اللي من سنك. ف جه كده مرة واحدة out of nowhere لقيتها بتسألني سؤال. قالت لي كنزي، انت ايه المبادئ، الثلاث مبادئ، هي حددتهم لي الصراحة، 3 مبادئ اللي انت بتحسي انك مش هتعرفي تعيشي من غيرهم، او اللي هو انت عايزاهم يفضلوا مستمرين معاكي لحد بقية حياتك يعني. سؤال عميق، سؤال حلو، ادي 10 من 10 يا حبيبة، كتر الف خيرك، جبت لنا فكرة موضوع النهاردة. اول حاجة على بالي بلا تردد، عشان انا دايما بقولها، دايما بقت على لساني الجملة دي، وهي نص العمى ولا العمى كله. انا عشان بس ما تستغربوش، انا حد بيتكلم بالامثال، يعني انا مرجعي وقاموسي هو عبد الغفور البرعي. بجد ده انا، يعني ده انا. فاول حاجه اللي هي نص العمى والعمى كله، عشان الناس اللي مش فاهمه يعني ايه، يعني هو واضح بس خلينا نفسر اكتر. ايه اللي انا اقصده بنص العمى والعمى كله؟ ان انت عارفين، انا يا رب اكون بقولها صح، عارفين اللي هو المقوله بتاعه ما لا يدرك كله لا يترك جله، اعتقد هي بتقال كده، يا رب اكون صح. ان انت يعني مبدأ ان البرفكشنزم، تاني انا اتكلمت فيه المره اللي فاتت تاني بقوله، انه مش لازم اعمل الحاجه كلها، ما اعملهاش خالص. انا دلوقتي عندي ديدلاين لاساينمنت معين، او عندي حاجه معينه محتاجه اسلمها او محتاجه اشتغل عليها، عندي امتحان، احنا في موسم الامتحانات اهو، عندي امتحان بعد يومين، الامتحان ده مثلا كان محتاج له مذاكره 5 ايام 6 ايام وهكذا، انا معايا يومين بس، خلاص بقى انا ضيعت وخلاص، اللي حصل حصل وانا مش هلحق، فمش هعمل حاجه، فهفضل اضيع اليومين التانيين. او ان انا عندي اوبشن ان انا اشتغل اليومين التانيين واللي ربنا يجيبه كويس، يعني انا هذاكر اليومين، وعلى قدر تحصيلي وعلى قدر توفيق ربنا ليا بيبقى احيانا اليومين دول بتخلص فيهم الحاجات اللي كنت بتخلصها في الطبيعي مثلا في 10 ايام. والله بجد، يعني احنا احيانا بنعمل حاجات بنبقى متخيلين احنا مش نلحق نخلصها، بس والله نلاقي الوقت البسيط ده خلصنا فيه اللي في العادي بنخلصه في وقت اكبر بكتير. فبجد نص العمى والعمى كله، لو قدامك اي فرصة حتى لو بسيطة، اخر حاجة، اخر محاولة اعملها بدل ما تضيع الباقي. يعني انت عندك مش هتعمل خالص دي، انت فشلت كده كده. هتعمل، في احتمال للنجاح وفي احتمال للخسارة. دي انا حاسه ان انا بدرت شويه بالنقطه دي، بس النقطه دي كنت هذكرها تاني كانت ليها علاقه بحاجه تالته هنذكرها. تاني حاجه بقى قلتها لها، قلت لها مثل بحبه قوي، اللي يصعب عليك يفقرك. يعني ايه بقى اللي يصعب عليك يفقرك؟
يعني ان انت احيانا كتير احنا بنعمل حاجات احنا مش حابينها، مش عايزين نعملها، في اوضاع بنفضل فيها بس احنا مش متقبلينها من جوانا، بس لمجرد ان الحد اللي بنعمل معاه الحاجة ده صعبان علينا. بنفضل في علاقات احنا مش حابينها ومش مرتاحين فيها لمجرد فكرة ان انا عارفة ان الشخص ده او فلانة دي ملهمش حد غيرنا، محدش هيتقبلهم وهيقبلهم غيرنا، محدش بيفهمهم غيرنا. الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا دايما، مفيش حد بيعرف يحتوي غيري، مفيش مش عارفة حد بيفهمها ومقدر هي بتعمله قدي ومش عارفة ايه والكلام ده كله. فمش هينفع اسيبها، مش هينفع اسيبه، كل الكلام ده. احنا بنأذي نفسنا كل مرة احنا بنقبل نقعد فيها في اوضاع مش مناسبانا، احنا بنخسر نفسنا واحدة واحدة واحنا مش حاسين. يعني انا بجد ادركت الموضوع ده يعني في حياتي، مش اللي هو بس سمعت الموضوع، لا انا حصل في حياتي، وكنت حاسه بجد اللي هو ما ادركتش قيمه الجمله دي او ما فهمتش معناها غير بعد لما طلعت من الموضوع، اللي هو تصدقوا فعلا، تصدقوا الكلام ده صح. يعني بجد حكم وامثال شعبيه كتير قوي من اللي بنسمعها كل يوم ونقعد نضحك عليها او كده، بس اللي هو بجد هو انت بعد ما تخرج من الموقف او الحاجه دي تحصل في حياتك، انت تكتشف انه قد ايه الحاجه دي accurate، قد ايه هي بتوصف الموضوع بدقه شديده جدا. انه معظم، انا مش بقول برضو يعني ما طبيعي يبقى عندنا مشاعر، وطبيعي يبقى احنا في ناس او في حاجات بنشفق عليها، او يعني اللي هو مش بنشفق عليها عشان حاسه تعبير يشفق ده حاجه كبيره قوي. اقصد ان في حاجات احنا بنبقى بنعملها بدافع الحنيه، بنعملها بدافع كده. يعني انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس اللي اقصده ان معظم مش كل الحاجات دي غالبا بتبقى سبب في ان احنا نتأذي بعدين. فبليز بليز بليز كون انك، يعني انا عايزه اجيب لكم مقوله بجد انا قريتها وعجبتني قوي. Don't let your empathy for others stop you from maintaining the boundaries that you set to protect yourself. الفكره كلها ان احنا عشان يعني دايما او معظم الوقت لما بيحصل وبيبقى فعلا العاطفة هي اللي بتسوقنا، وانه لا ما ينفعش اسيب مثلا حد في الظروف دي، او ما ينفعش اقول لها كذا في وقت كذا، او مش عارفة ايه، دايما او معظم الوقت في الاثناء الحاجة دي انا ببقى بكسر حواجز انا حطيتها مع الشخص ده. فهو هنا هي المشكلة، مش المشكلة ان الحد يصعب عليا فساعده، مش المشكلة في ان فلانة احس ان انا مشفقة عليها، او ان انا يعني صعبان عليا بشكل ما فان انا افضل اصاحبها. هي مش دي المشكلة، او ان افضل اقدم لها خدمات، مش دي المشكلة. المشكلة ان مع الوقت انا مش بعرف افضل حاطة الحواجز بتاعتي اللي انا، او المبادئ، افضل ماشية على المبادئ بتاعتي وافضل حاطة حواليا خط احمر محدش يتخطاه. للأسف دايما الصعبانيات هي اللي بتخلينا نكسر الحتة دي. وانس ما كسرت الحتة دي انت بتفقد نفسك تدريجيا، خلاص متعرفش تقول لا بعدين، الا بقى اللي بيلحق نفسه في الاول. بس غالبا عادة وانس ما انت بتنجر الحتة دي وبتكسر اول حيطة انت حاططها عشان تحمي نفسك، بيتكسروا تباعا زي البتاع اسمها الدومينو كده، الدومينوز افكت اسمها كده، يا رب اكون بقول صح. ماشي. بس تالت حاجة، ودي كنت عاملة عنها بوستر في مشروع تخرج ايه، مشروع المادة في المشروع الاخير، يعني المادة خطوط. عبارة بحبها قوي برضو، بتقول اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. بجد انا كل الفيديو ده تنهيدات تنهيدات تنهيدات. ليه؟ عشان هو بجد كله حاجات حياتية انا عشتها، يعني كله حاجات انا بقولها لنفسي قبل ما اقولها لكم. وانا هنا بحكي حاجة بجد تجارب، مش عشان احط نفسي موضع الاخت الكبيرة اللي بتدي نصايح، يا جماعة سووا، يا جماعة اعملوا،
انا مش ده، ومش عايزه اكون ده، ولا في عمري عايزه اكون ده، الا ماشي الا لو اتحطيت في الدور ده. بس اقصد هنا في المكان ده، في يوتيوب هنا او ايا كان في الفيديوز اللي انا بعملها دي، انا مش عايزه احط نفسي في موضع اللي هو اعمل سوي ما تعملش، كده ما تروحش ما تجيش. مش عايزه اعمل كده، لان بص مهما هنقول، لو حد انت مهما قلت له ما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تقربش على كذا وما بلاش كذا وكده، والله لو راسه ألف سيف هيعملها، لو هو في دماغه ان هو يعملها. مش هيفرق له بقى، انت بتدن في ملطة. ف هي الحياة كده، هي الحياة فيها قدر من ان الواحد تجاربه هيتعلمها بنفسه. في مقولة لسه قرياها بحبها قوي ودايما بحب ارجع لها، غنائم المرء تجاربه ولو اورثته الهزائم. يعني الحاجة اللي انت بتبقى فاكرها هي هزيمتك، هي دي الغنيمة اللي انت طلعت بيها من الموضوع. انت ممكن تكون فاكر ان الحرب يا ابيض يا اسود، يطلع كسبان يطلع خسران. احيانا خسارتك هي المكسب الحقيقي ليك، لان انت لو ما كنتش اتعلمت ان 1 2 3 دول نقط ضعفك، او 1 2 3 ما ينفعش تعمله تاني علشان انت عندك حاجة يعني اسمها ايه، فاش احط نفسي في الموقف ده عشان دي نقطة ضعفي هنا. انا ما بعرفش اتمالك نفسي، مثلا انا حد بعمل دايت ما بعرفش اتمالك نفسي قدام الاكل. ما ادخلش معركة خسرانة مع الاكل، ما احطش نفسي في عزومة كبيرة فيها كل ما لذ وطاب واقول انا مش هاكل. لا، فالتجارب اللي احنا بنخوضها هي اللي بتعلمنا نقط ضعفنا. انا في تجارب كتير خدتها انا ما كنتش اعرف حاجة بتعرفنا عن نفسنا. يا جماعة، هو ايه الاهم من ان احنا نتعرف على نفسنا؟ سوري، مهما قالوا دروس الدنيا، دروسك انت هي بتاعتك. دروسك انت هي اللي بتعلمك، هي المنهج اللي انت المفروض تمشي عليه. مفيش حاجه اسمها منهج الحياه واحد اتنين تلاته اربعه هو ده اللي كلنا هنمشي عليه. مفيش حاجه اسمها كده. اللي بينفع معاك مش بينفع معايا، والعكس. فلو هنعرف بقى منين اللي ينفع معايا ده غير لما انا نفسي اجرب، يعني غير لما انا نفسي ادخل التجربه. تجربه زي الجامعه، انا معرفتش انا في حاجات كتير انا مش ده اللي انا كنت بحبه، مش ده اللي انا عايزاه. عرفت منين لما جربت؟ انا كنت فاكره ان ده اللي انا عايزاه، كنت فاكره ان هو ده اللي انا بحبه، كنت فاكره ان هو ده اللي انا هبقى انجح واحده فيه، ورسمه بقى خيالات وطموحات. حلو جدا. وقتها انا كنتش مدركه ده، كنت مدركه ان انا يا لهوي على الورطه اللي انا ورطت نفسي فيها، يا هخلص من الهم ده امتى وبلا بلا بلا. بس وانس ما بتخرج تقف بعيد من كأنك طرف تالت في الموضوع كده، بتطلع بره كده تشوف الموضوع من بره، تقول هو فعلا انا كنت بعاني وقتها، بس انا ما عرفتش بعد كده قيمة ان او ان انا ايه اللي بحبه ايه اللي ما بحبوش، ايه اللي ينفع معايا والمناسب معايا وايه اللي مش مناسب معايا، غير لما جربت. هل انا بقول كده لكل واحد؟ يعني انت مثلا حد بيقولك ما تعملش كذا عشان انا مريت بكذا وحصل كذا، فانا بقولك بالاول ما تعملوش. هل بقولك روح اعمله؟ لا، مش بقول كده. في حاجات كتير اللي هو معروفه يا جماعه من بره، هي معروفه ان هي وحشه. مثلا ربنا مثلا قايل لنا ما نعملش كذا ما نعملش كذا ما نعملش كذا، ده اللي فيه ضرر لينا. ما تشربوش يا جماعه خمره، مش عارفه، ما تدخلوش، مش عارفه حاجات ما تسرقوش. يعني هي فيها ضرر مباشر لينا، في حاجات فيها ضرر مباشر لينا. ما ينفعش انا ابقى عمالين نقولك يا فلان ما تعملش كذا، يا فلان ما تعملش كذا، لو عملت كذا تتأذي، يا فلان مش عارفه ايه، وانت مصمم انك تروح تجرب عشان بقى ان هي دي تجربتي وانا مش هاجي غير لما اتعلم. والله انت حر، عايز تروح تتعلم وتغرق انت حر، بس اصل في حاجات ما فيهاش رجعه. في حاجات الواحد بيدخل فيها بيخسر حاجات كتير قوي، مش قد الدرس اللي هيتعلمه. يعني خلاص، يعني هو بجد الدرس انت ممكن تعلمه من بره عادي، بس في حاجات بقى اللي انا بتكلم فيها او في موضوعنا النهارده اللي هو هي مش ابيض واسود، هي مساحه من الرمادي. كل واحد
بياخد تجربته الخاصة وبيعرف بقى هو ايه، هي دي اسود بالنسبة له ولا دي ابيض بالنسبة له، دي اقرب لايه، اني اقرب لاني شيد ولا ايه دنيتها. هو ده كده. فهنا بقى اللي بقول اللي هو مهما حد قالك يا فلان ما تعملش كذا، ما تدخلش كذا، اعمل كذا، ما تعملش كذا، ده لا يعني ان الكلام ده صح، ده لا يعني ان المعلومة مسلم بيها وهناخدها وشام اسمها ايه، وسام ايه بس، وسام على صدري وخلاص، انا موضوع منقوش اتحفر في ذهني ومش هعمل حاجة غيره. اصل بابا قال لي، اصل ماما قالت لي، اصل ابن عمي مش عارفة ايه، اصل صاحبتي حصل لها كذا كذا فانا بقى هعمل زيها. لا يا جماعة، كل واحد ليه تجربته الخاصة، كل واحد ليه هدفه. هو انا معرفش ايه اللي دخلنا هنا، بس انا مبسوطة ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده لان بجد بيفرق جدا. فكرة بقى اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، ان احيانا الواحد من كتر تردده، اكبر مثال، بيفقد اصلا اوبشن ان هو يختار. انا معرفش ليه جالي برد، ولا انا كل ما باجي اصور بحس ان انا عندي برد، انا مبقاش عندي برد، انا ببقى قاعده عادي، وانس ما بقرر ان اجي اصور بلاقي عماله عايزه كده، من كتر ما انت مش راضي تاخد الخطوه وعمال كل شويه طب انا لو عملت كذا هلاقي كذا في الاخر، بس انا برضو لو عملت كذا مستنيني ايه حاجه تانية، لو دخلت الكليه دي بابا هيرضى عني وهيجيب لي مش عارفه ايه وايه وايه، بس لو دخلت الكليه دي هبقى مع اصحابي ومش عارفه ابقى كذا كذا وعايزه اشتغل في الحته دي ومش عارفه ايه. تفضل قاعد تفكر تفكر تفكر، وكل شويه بقى يظهر لك احتمالات جديده بقى، كل شويه احنا قاعدين عمال تلاقي حاجات افكار جديده بقى تدخل دماغك، الاوفر ثينكينج بقى يستلمك، ف تلاقي في الاخر انه حاجه منهم اصلا خلاص هي باب التقديم قفل، يلا بقى انت اتجبرت هتدخل دي، هي دي مفيش غيرها، وتكتشف في الاخر انه يا خساره لو كنت دخلت الحاجات التانية كان زماني كذا، طب ما اكمل اول، افضل عماله مثلا افكر ابعت الحاجه دي ولا ما ابعتهاش، اعمل الحاجه دي ولا ما اعملهاش، اروح اكلم الشخص ده ولا ما اكلموش، وقاعد بقى يعني مثلا انت في ايفنت وتلاقي بقى قاعد وقدامك حد your role model نفسك تقابله بقالك كتير قوي، عمال اروح ولا ما اروحش مش عارفه ايه، طب اقول له على فكره المشروع اللي انا كده واخد رايه مش عارفه ايه، لا افرض ما ردش عليا، افرض ما بصليش، افرض اتكلم معايا بقله ذوق، افرض لحد ما الراجل مشي وانت لا كلمته ولا عملت اي حاجه. اقول لك حاجه، او ممكن فعلا كان يكلمك بقله ذوق، هو ممكن فعلا ما كانش يفيدك باي حاجه، بس ده ممكن، ده 50% احتمال 50%، بس كان في 50% تانية هو ممكن يرد عليك، ممكن يكلمك، ممكن تبقى كسبت في دايرة علاقاتك حد تقيل في مجاله، حد انت بتحبه، حد انت بتشوفه نموذج او قدوة ليك في مجالك او في ايا كان، حد كان ممكن فعلا يساعدك ويفتح لك ابواب تانية، بس انت اخترت انك ما تروحش خالص، فمفيش اصلا احتمالية، هي الاحتمالية بزيرو. فدي بقى اللي انا كنت بقول عليها في الاول اللي هو ان احنا دخلنا الاتنين في بعض، هما فعلا يعني كل حاجة بحسها ليها علاقة بالحاجة التانية بشكل ما، يعني كل حاجة بحسها بشكل ما مترابطة بحاجة احنا فعلا يعني من بره كده تبص ملهمش علاقة ببعض ده، بس لما تيجي تزوم ان كده تلاقي لا ده في بقى ده طلع دي ليها علاقة بدي مش عارفة ايه. في برضو مقولة تانية كده صاحبة كده بقى للصبح كانت بتقول go for it because missed opportunities hurt much more than rejections. انت ألمك على حاجة انت عملتهاش بيبقى اكبر بكتير، او ندمك على حاجة انت عملتهاش بيبقى اكبر بكتير من الحاجة اللي انت عملتها وفشلت. من ايه الورست كيس سيناريو، حط الموضوع ده في بالك، ايه الورست كيس سيناريو، هتموت يعني معظم بجد الحاجات اللي احنا بنفكر فيها مبقاش فيها موت ولا حاجة بعد الشر علينا كلنا، ربنا يطول في عمرنا وعمركم، بس اقصد انه يعني معظم الحاجات بتبقى حاجات عبيطة جدا، او يعني مش حاجات عبيطة بس حاجات مش هنموت يعني، محدش قريب مننا هيتأذي، بنجرب غنائم المرء تجاربه ولو أورثته الهزائم، تاني بتجرب بتكتشف بتعرف.
كانت هند صبري، الموضوع ده بقوله كتير قوي، بس كانت هند صبري كانت في مقابلة مع أنس بوخش في اي بي توكس، كانت بتقول عرفت انا مش عايزة ايه، عشان انت عايز ايه دي كبيرة قوي، كل شوية بتتغير. بنبقى صغيرين عايزين ندخل مش عارفة عايزة ابقى دكتورة، واكبر شوية عايزة ابقى مش عارفة كده، اكبر شوية حاجة ثالثة خالص. بنتغير كل شوية، احنا شخصياتنا بتتغير، بنحب ايه بنكره، كل شوية بتغير. بس انت مش عايز ايه دي غالبا بتبقى ثابتة، يعني غالبا او ما بتتغيرش بنفس المقدار اللي بتتغير بيه الحاجات اللي انت بتحبها. بتبقى زي حاجات مبادئ كده، انا ما بحبش كذا، انا ماليش في كذا، خلاص. يعني شوف انا فعلا جيت افكر فيها، لقيت ان انا الحاجات اللي انا تقريبا ما بحبهاش من وانا طفله، او بخاف منها، او ما بعرفش اعملها من وانا طفله، ستيل ما يعني ماليش برضو صله بيها قوي دلوقتي. يعني مثلا حد ما بيحبش الدم وبيخاف من الدم طول عمره، يعني بنسبة كبيرة قوي هيكبر هيبقى لسه عنده نفس الخوف، يعني الا لو بقى التروما دي اتعالجت مثلا. بس عادة انا مثلا ما بحبش الحيوانات من وانا صغيرة، بخاف من الحيوانات لحد دلوقتي، بخاف من الحيوانات، هتيجي جنبي كلب هموت بعد الشهر بس اقصد خلاص، يعني هي حاجة فيا. لو ما تقوليش مثلا اروح اشتغل حاجة مثلا دكتورة بيطرية مثلا، مستحيل. حاجة فيها اي حاجة ليها علاقة بالحيوانات مستحيل، يعني دي حاجة متتغيرش. نفس الكلام بقى، قيس ده على كل حاجة في حياتك. فانت ما بتحبش ايه دي حاجة يعني عادة ما بتتغيرش كتير، فانت بتعرف من التجارب بتاعتك انت ايه اللي بيوجعك، ايه اللي ما بتحبوش، ايه اللي مش صح ليك. احنا كلنا بنبقى داخلين على اساس ان احنا عايزين نعرف احنا بنحب ايه، بس عادة بنخرج، يعني معظم بجد التجارب اللي جت في دماغي انا بخرج انا عرفت انا مش يعني عرفت ان ده خلاص خط احمر كده، علمنا عليه اكس كبيرة كده، مش هنعمل ده تاني. عرفت انه كذا، لا 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 انا وهو مش نفس السكة. لكن انا عايز ايه دي بقى بتاخد وقت وبتتغير، يعني خلاص مثلا مرة عرفت حاجة، بعدين لقيتني مش كرهتها بقى، خلاص مش عايز خلاص كده. في حاجة تانية نفس البيت الشعر اللي انا قلته ده، بناء حاجة بشبه المعنى ده، بس خليني اقولها لكم برضو للناس اللي بتحب الشعر زيي. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمرا عاتب القدر. انت عمال زي ما قلت، انت عمال تضيع وقت. انت فاكر انك بتختار احسن اوبشن، يعني احسن الاحتمالات، بس انت بتوصل لمرحلة انت اصلا خلاص الموضوع فات خلاص، لا خلاص فرصة الشغل انت لسه فاكر يا عم ده خلاص بقى جبنا واحد وخلاص عيناه، مش عارفة ايه عايزة احول من الكلية، خلاص قفل بقى، خلاص قفلنا على الموضوع ده، الكلية اكتفت بالعدد ده، مش عارفة عايزة خلاص. تلاقي نفسك انت محطوط قدام امر واقع اتفرض عليك، لحد ما تيجي تقول يا ريت ده هو بقى ده نصيبي، ده هو ده قدري. لا ده مش قدرك، ده اللي انت اخترته، ده اللي انت مش انت حطيت نفسك في وضع اجبرت على ده بسبب ايه؟ بسببك يا كنزي، منك لله هو انت بتبداي تضيعي وقت كده لحد ما تلاقي الموضوع جه قدام، خلاص ما عندكيش بقى اوبشنز بقى، هو ده اللي باقي، تاخد البواقي. ف reminder for you and me ولي انا في المقام الاول، بلاش نضيع وقت كتير في التفكير. ورط نفسك عارف الجملة دي بتطلع لي كتير في يوتيوب، ورط نفسك بصوت دحيح، ارمي نفسك بصوت دحيح، تقريبا بصوت دحيح. انا بقى دخل في دماغي كذا حاجة لأحمد ابو زيد والدحيح، فحسيت كده. ورط نفسك، حط بقى، انزل بقى جرب، شمر وانزل كده، وساعتها هتعرف. وبس كده يا اصدقاء، ده كان موضوعنا النهارده. انا مش عارفه انا قعدت قد ايه بتكلم، بس يا رب الفيديو ده ينزل. انا كل نهايه كل فيديو اقول يا رب الفيديو ده ينزل، ولحد دلوقتي ما نزلش اي حاجه. يا رب يطلع للنور، ادعوا كده معانا يا رب يطلع للنور. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، واقترحوا عليا عايزين تسمعوا ايه او نتكلم في ايه الفتره الجايه.
ثانك يو حبايبي، اشوفكم على خير.